نحتاج حاجة شديدة إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، وحقيقتها أن تكون أوثق بما عند الله عز وجل منك مما في يدك. الثقة بالله عز وجل يا كرام هي التي جعلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول حينما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. الثقة بالله عز وجل هي التي جعلت موسى عليه السلام يجيب قومه جواب الواثق بربه لما لحقه فرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. الثقة بالله عز وجل يا كرام هي التي جعلت موسى تلقي ولدها موسى في اليم لما خافت عليه من فرعون. لما خافت على ولدها موسى من فرعون ألقت ولدها موسى في اليم استجابة لأمر الله عز وجل وثقة به. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الثقة بالله تبارك وتعالى هي التي جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع صاحبه الصديق يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله.